السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي. النهاردة الفيديو بتاعنا مراجعة شهر أكتوبر 2024 الملزمة. هتلاقي عندك في أول تعليق نسخة كاملة PDF أصلية زي اللي هنشتغل منها ديت. حملها عندك وتابع معايا. الفيديو هيبقى طويل شوية، مش لازم تشوفه مرة واحدة، احنا بنتكلم في وحدتين كاملين يعني. طبيعي الفيديو يبقى طويل، فانت على مهلك اتفرج كده على ربع ساعة نص ساعة وبعد كده وقف وبقى ارجع كمل تاني في اي وقت. يلا كده نشوف مع بعض. اللي عنده اي مشكلة اكتب لنا في التعليقات، منتظرين دعمكم. يا ريت لايك وشير للفيديو علشان تفيد اكبر قدر من زمايلك. يلا بينا نبتدي مع بعض. امتحان شهر اكتوبر طبعا يا جماعة عشان ناس بتسألنا كتير بيبقى على يونت 1 and 2 اول وحدتين. طيب بيبقى شكله ايه؟ غالبا بيبقى سؤال اختيارات وتصحيح خطأ، بتبقى امتحان قصير بسيط. بس احنا هنا عاملين لك كيف الملزمة، احنا عاملين لك مراجعة لاكتوبر وغير اكتوبر، فعاملين لك محادثات وعاملين لك الموضوعات المهمة في الباراجرافز وعاملين لك قطع. كل حاجة موجودة عندك هنا في الملزمة، فانت عندك محتوى كبير جدا يكفيك ويخليك تقفل ان شاء الله اي امتحان ويخلي الدنيا تمام مظبوطه معاك. تعال نشوف المحادثه. اول حاجه بيقول لي مازن is telling ادم about his cousin احمد. ادم او مازن بيتكلم مع ادم عن ابن عمه احمد. بيقول له this is a photo of my cousin. دي صوره لابن عمي. سأله سؤال قال له his name is احمد، اسمه احمد. سأله سؤال تاني قال له he is 14 years old، عنده 14 سنه. where does he live؟ طب هو عايش فين؟ Does he like flowers؟ بيحب الزهور. What about you؟ طب وانت؟ تعال بقى نجيب كده من الأول تاني. This is a photo of my cousin، صورة لابن عمي. سؤال إجابته اسمه أحمد، يبقى ما اسمه؟ يبقى ممكن أقول what، فعل مساعد ممكن أستخدم is. what is وأدي أنزل كلمة his name زي ما هي، فأنا ممكن أقول what is his name، أو ممكن أقول what is he called، ماذا يدعى أو يسمى. حد بيقول لي هو 14 سنة، 14 سنة ده عمر، يبقى أقول له كام العمر اللي هي how old. هو حد يقول لي are you بقى، أنت عندك فعل مساعد أهو، are you إزاي؟ how old is وادي الفاعل هي، عمره كام؟ عنده 14. where does he live؟ عايش فين؟ عادي بقى أي مكان، لأن هو هنا محددش، ممكن أقول in Cairo، أي مكان ينفع. Does he like flowers؟ بيحب الزهور، عادي ممكن أقول له yes no sure بالتأكيد. What about you؟ طب وانت؟ أي حد يقول لك على حاجة يقول لك وانت، ممكن تقول له وأنا أيضا me too. me too يعني وأنا أيضا. طب مش عايز تقول no I don't، لا أنا مش بحب الإيه؟ الزهور. دي كده أول ديالوج معانا، أول محادثة. شوف كده النموذج التاني. بيقول لي هنا سعيد and عمر are talking about their favorite hobbies، هواياتهم المفضلة. هاي سعيد pleased to meet you، فرحان أنا شفتك. قال له هاي عمر what's your favorite hobby؟ إيه هوايتك المفضلة؟ محدش بقى يقول لي كذا، اصبر اقرا المحادثة كويس. رد عليه قال له I play it in the club، بلعبها في النادي. كده عرفناها انها رياضة. Sure who do you play it with؟ بتلعبها مع مين؟ رد عليه Do you have any other hobbies؟ طب في هوايات تانية؟ قال له حاجة. قال له I like reading too. يبقى هنا الهواية رياضة. What's your favorite hobby؟ ممكن اقول له مثلا فوتبول. حد يقول لي يا مستر ممكن اجاوب اجابة كاملة اقول it's فوتبول، ماشي. ممكن اقول my favorite hobby is فوتبول، ماشي. طيب هنا قال لي بلعبها في النادي، يبقى هنا النادي ده مكان، هقول له where، وبعد كده عندي هنا كلمة play هجيب لها do والاي يحول الى يو، يبقى where do you play it؟ أين تلعبها؟ بعد كده هنا طبعا سأل سؤال قال له طبعا who do you play it with؟ انت بتلعب مع مين؟ ممكن هنا مثلا اقول له do you like football؟ بتحب كرة القدم؟ قال له طبعا. بتلعب مع مين؟ فهنا ممكن اقول له with my friends، مع أصدقائي. Do you have any other hobbies؟ هل عندك هوايات أخرى؟ ممكن أقول له yes I like، لازم أقول له إيه هنا بقى؟ reading، أنا بحب ليه القراءة، راح أقول له I like reading too، وأنا أيضا بحب القراءة. بعد كده عندي هنا هاني وعلي talking about their favorite hobbies، هواياتهم. Hello علي how are you؟ لما حد بيقول لي how are you برد أقول له إيه؟ I am fine.
What's your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ لسه مش عارفين. قال له when do you usually play it؟ بتلعبها امتى؟ I play it with my friends. سأله سؤال قال له I like playing chess. Do you like chess؟ Of course I like it very much. يبقى من الأول هنا What's your favorite hobby؟ ايه هي هوايتك المفضلة؟ ممكن أقول له مثلا it's football، إنها كرة القدم. When do you usually play it؟ ممكن أقول مثلا every Friday، كل جمعة، أي وقت بلعبها مع أصدقائي. يبقى هو أشيل الأصدقاء، play فعل مضارع أجيب له do، والآي بتحول إلى يو وأدي play. يبقى who do you play it with؟ تلعب مع مين؟ سأله سؤال تاني قال له I like playing chess. أنا بحب ألعب إيه؟ شطرنج. أنا بحب لعبة الشطرنج. فهنا ممكن يقول له مثلا do you have any other hobbies؟ عندك هوايات أخرى؟ قال له طبعا أنا بحب الشطرنج. وأنت؟ قال له أنا. النموذج الرابع سامي is asking عمر some questions. Can I ask you some questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. هنا طبعا هيقول له yes of course، yes you can، yes sure. Do you play music؟ بتعزف موسيقى؟ قال له حاجة. قال له I play the drums. يبقى yes I do، أيوة أنا بعزف. فهنا بقى يقول له what musical instrument do you play؟ ايه الآلة اللي انت بتحب تعزفها؟ بعد كده قال له I play music on Monday، يوم الاثنين. يبقى متى؟ when do عشان play، والI تحول ل you يبقى when do you play it. بعد كده قال له I like pop music. قال له thanks for your time، شكرا على وقتك. فأنا هنا عايز أقول له إيه؟ العفو. العفو اللي هي اسمها إيه بقى؟ you are welcome. هتجيلك في محادثات كتير يا سنة أولى، واحد يقول لك thank you، تقول له إيه في الآخر؟ you are welcome. ندى is asking سما about her favorite story، عن قصتها المفضلة. Hi سما، what's your favorite story؟ Hi ندى. نقط قالت لها the story of Heidi، ومستغربة. طالما في علامة تعجب يبقى الكلام ده لازم يطلع فوق. يبقى ايه قصتك المفضلة؟ هاي ندى. ممكن اقول لها بقى it's، ولازم اقول لها القصة دي the story. قصتي المفضلة قصة مين؟ قصة هايدي. وطبعا دي عليكم في يونت 1. سألتها سؤال هتلاقي she as an orphan girl، اللي هي بنت يتيمة. أنا سألتك سؤال قلت لي هي بنت يتيمة، يبقى من هي؟ يبقى who is Heidi؟ من هي هايدي؟ not she lives with her grandfather in Switzerland، عايشة مع جدها. يبقى أين؟ where، وادي lives فعل مضارع does she live؟ أين هي تعيش؟ هي تعيش مع جدها في سويسرلاند. أو ممكن أقول who does she live with؟ عايشة مع مين؟ does she like living in the city؟ هل هي كانت حابة العيش في المدينة؟ طبعا no she doesn't. لما خالتها جت في الآخر ما كانتش عايزة تمشي معاها. does Heidi have lots of adventure in the city؟ هل هايدي مرت بمغامرات كتيرة في المدينة؟ طبعا yes she does، أو yes sure. المحادثة اللي بعدها بيقول لي حبيبة is asking ندى about her family، عن العيلة بتاعتها. where do you live؟ حبيبة انت عايشة فين؟ هتلاقي أي مكان. do you have any brothers or sister؟ يبقى مثلا I live in Cairo. عندك أخوات أولاد أو بنات؟ نقط he is called علي. يبقى طبعا هتلاقي yes I have. علي ده يعتبر ايه؟ brother، أخ اسمه علي. يبقى ماذا يدعى؟ what، فعل مساعد is، والفاعل he. يبقى what is he؟ what is he called؟ ماذا يدعى؟ نقط I like swimming، بحب السباحة. يبقى ايه هي رياضتك المفضلة أو هوايتك؟ what's your favorite hobby؟
Are you good at swimming؟ هل انت جيدة في السباحة؟ طبعا yes. لما اجي اعمل مقص هنا اليو هتبقى I، مش هينفع اقول I are، الاي بتاخد مين يا سنة اولى؟ تاخد am، يبقى yes I am. بعد كده عندي dialogue كمان. علي is asking أحمد about a person in his family. Can I ask you some question؟ كان لما تيجي في الأول معناها هل، هيقول له yes you can أو yes sure. قال له what is the name of your grandfather؟ جدك اسمه ايه؟ فأنا ممكن أقول له مثلا he is، وأقول له أي حاجة. جدي مثلا هقول له مثلا عبد الهادي. فقال له حاجة، قال له he is 15 years old، عنده 50 سنة. يبقى كام العمر؟ how old، وادي الفاعل is، بعد كده he is interested in playing chess، مهتم بلعب الشطرنج. يبقى what، فعل مساعد عندنا is، بعد كده فعل he interested in، هو مهتم بإيه. Do you like playing chess؟ بتحب تلعب شطرنج؟ ممكن أقول yes I do. الديالوج اللي بعدها عندي هنا نورة is asking سلمى about her uncle. What's your uncle's job؟ عمك شغال ايه؟ هنستنى بقى نشوف حاجة. He works in a school. طبعا هنا المفروض يكون في علامة استفهام هنا. هو شغال فين؟ في مدرسة. يبقى what's your uncle's job؟ اللي شغال في مدرسة يبقى ايه؟ he is مدرس، يعني ايه؟ teacher. شغال في مدرسة، المدرسة مكان، يبقى أقول أين where، وأدي works أجيب لها does، والفعل he يبقى where does he work، أين يعمل. not he was born in Alexandria. was born دي سنة أولى معناها ولد، يبقى أين ولد؟ يبقى نقول where، فعل مساعد was he born. what's his favorite sport؟ ايه هي رياضته المفضلة؟ أي رياضة. ممكن أقول it's tennis، it's football. do you love him؟ هل أنت بتحبيه؟ أكيد sure yes. بعد كده عندي آخر محادثة. دينا is telling رحاب about her cousin. This is a photo of my cousin. not it's Randa. اسمها راندا، يبقى ما اسمها. what is her name؟ she is 14، عندها 14، يبقى how old، فعل مساعد اهو is she. where does she live؟ عايشة فين؟ she lives in، ونكتب أي مكان، هقول مثلا كايرو. what's her favorite food؟ ايه طعامها المفضل؟ أي حاجة، it's مثلا fish. what are her hobbies؟ ايه هواياتها؟ ممكن أقول مثلا reading، القراءة، and swimming، السباحة. أي هوايات، مفيش أي مشاكل خالص أنا أقول. بعد كده بقى نتدرب على القطع مع بعض. عندك في طبعا سؤال قطعة بيجي في امتحان نص السنة. My name is أمجد، أنا اسمي أمجد. I live with my family in Giza، عايش في الجيزة مع العيلة. I have one sister، عندي أخت. She is a student at preparatory school في الإعدادية. She goes to school at 8 a.m. بتروح 8 الصبح and returns، وبترجع لهوم at 3 p.m. My father is an accountant، والدي محاسب. He works for a big company، شغال في شركة كبيرة. He gets up very early and goes to his work، بيقوم بدري. He comes back home at 8، بيرجع at night بالليل. My mother is a teacher، ماما مدرسة. She teaches geography. خلي بالك لما بياخد خط تحت كلمة هيسألك، ممكن يقولك تعود على مين. شي معناها هي بتدي جغرافيا، أقرأ قبلها يبقى مين؟ الأم. I get up at 9، بقوم الساعة 9 in the morning. I stay at home with my grandmother، بقعد مع تيتا. I would like it to be 6 to go to school and meet my friends، وقابل أصدقائي. بعد كده عندي هنا أول سؤال بيقول لي the family lives in، العائلة عايشة فيه. هو قال إن إحنا عايشين فين؟ في الجيزة. هنا مديني بقى اختيارات، بيقول لي the countryside اللي هو الريف، السيتي مدينة، village قرية، desert الصحراء. طبعا الجيزة مدينة.
The underlined word she refers to أمجد. refer دي خلي بالك معناها يشير إلى. أما تشير لمين بقى؟ للتيتشر sister grandmother mother لأمجد mother أم أمجد. أمجد wants to be 6 to go to عايز الساعة تيجي 6 علشان يروح للسكول. home company farm عايز يروح للسكول المدرسة. السؤال ده طبعا الأولاني مشهور جدا اللي هو what is this passage about؟ القطعة دي بتتكلم عن ايه؟ طبعا القطعة بتتكلم عن أمجد family عائلة مين؟ أمجد. Where does أمجد's father work؟ أبو أمجد شغال فين؟ لو رجعنا قرينا بابا accountant for a big company شغال في شركة كبيرة يبقى نقول he works for a big company. بعد كده بيقول لي why do you think أمجد doesn't get up early؟ تعتقد ليه أمجد مش بيقوم بدري؟ ممكن نقول مثلا to look after عشان يعتني. look after يعني يعتني بيه his grandmother بجدته. أو أفضل من كده ممكن أقول إن هو لسه صغير لأن هو بيقول أنا مستني أوصل ل6 سنين فمش محتاج يقوم بدري. he doesn't have to go to school. هو مش لازم يروح المدرسة لأن هو he is young لسه صغير. على كده نتدرب على comprehension تاني. My name is لمياء. I am 9 years old. عندي 9 سنين. I live in Aswan with my family. عايشة مع العائلة. My parents are teachers. الوالدين مدرسين. My brother علي 13 years old 13 سنة and خالد is 9. I listen to music with my brother. بسمع موسيقى. علي plays football at school. بيلعب كرة في المدرسة and he watches football matches on TV. خالد goes swimming every Friday. كل جمعة يروح يعمل سباحة. There is a swimming pool near our house. near يعني قريب. في حمام سباحة قريب مننا. My best friend is آية. أحسن صديقة عندي آية. We play basketball at school. بنلعب مع بعض باسكت. And we are both يعني كلانا احنا الاتنين يعني in the school team في نفس الفريق. Our team is very good. الفريق بتاعنا جيد جدا. The swimming pool isn't their house. حمام السباحة ليس قريب لا ده هو near. isn't far مش بعيد. isn't by isn't beside. طبعا لما أقول near يبقى isn't far ليس بعيد. The underlined word both refers to both يعني كلانا. هي ما تقول أحسن صديقة عندي آية احنا بنلعب باسكت مع بعض يبقى لمياء وآية. لمياء's parents آية وخالد. خالد وعلي. لمياء وآية لا طبعا لمياء وآية. The underlined word near is the opposite عكس كلمة near. cheap رخيص. hard صعب. far بعيد. easy سهل طبعا قريب وعكسها far بعيد. give a suitable title for this passage. عنوان مناسب للقطعة ديت ممكن أقول لمياء's life. حياة مين؟ لمياء. Who is older لمياء or علي؟ أيهما أكبر لمياء ولا علي؟ تعال نشوف. لمياء بتقول أنا عندي 9 سنين وعلي عنده 13 يبقى مين اللي أكبر؟ علي. Do you think لمياء has a busy life؟ why not؟ هل حياة لمياء busy يعني حياتها فيها حاجات كتير ولا لأ؟ طبعا عادي ده سؤال براحتنا. هنقول مثلا yes نعم because she goes to school تروح المدرسة. study تذاكر and has a lot of وعندها كثير من الهوبيز اللي هي الهوايات. الأسئلة بتاعت thinking دي يا جماعة بتبقى أسئلة تفكير نقدي كل واحد براحته. بعد كده عندنا قطعة تاني حلها من نفسك بقى وأنا هنزل لك نموذج الإجابة مع الملزمة. هنزل لك نسخة مش مجابة ونسخة مجابة وتأكد من إجاباتك علشان ما تعتمدش عليا في كل حاجة. وعندك برضو في واحدة كمان اهو التاني
اهو تاني عن هايدي، القصة جاية كقطعة. اتدرب كده يلا، مفيش اي مشكلة. تعالى بقى نشوف السؤال الاهم بالنسبة لنا عشان امتحان الشهر، سؤال اللي تشوز، سؤال الاختيارات. هنشتغل دلوقتي يا سنة اولى على حفظك للفوكاب، شوف نفسك حافظ الكلمات ولا لا. يلا كده نبتدي مع بعض. اول جملة بيقول لك ماجد and مجدي are they were born at the same time، اتولدوا في نفس الوقت، يبقى دول ايه؟ parents والدين، cousins ولاد عم، twins توأم، uncles أعمام، طبعا دول twins. يعني ايه twins؟ twins يعني توأم. reading is my favorite، القراءة my favorite job، وظيفة hobby هواية، project مشروع، band فرقة موسيقية. طبعا القراءة تعتبر hobby اللي هي معناها هواية. Our science teacher asked us to do، مدرس العلوم طلب مننا ان احنا نعمل about pollution online، عن التلوث. dictionary قاموس، match مباراة، diary مفكرة، research نعمل بحث، طبعا نعمل بحث عن التلوث. This afternoon هذا المساء I'll have a for a new job، عندي نقط عن وظيفة جديدة in an oil company، في شركة بترول. shower دش، research بحث، interview مقابلة صحفية، match مباراة. طبعا عندنا interview اللي هي مقابلة صحفية أو مقابلة للشغل، سوري interview يعني مقابلة عمل. are your parents هما الوالدين بتوعك son و daughter، ابن وابنة، cousin وانكل، ابن عم وعم، مام وداد، ولا brother و sister. طبعا البيرنتس بتوعك اللي هما mom and dad. My father and my mother are my، بابا وماما يعتبر daughters، parents cousins grandchildren. طبعا دول parents الوالدين. بعد كده بيقول لي ماهر voluntary work at hospital، كلمة voluntary work اللي هي عمل تطوعي، لا حاجة بتاعتها بتيجي معاها plays makes does watches. طبعا يقوم بعمل تطوعي اسمها do voluntary work. female is the opposite of، female يعني أنثى، opposite يعني عكسها، عكس female meal وجبة، mail بريد، mall محل تجاري، male ذكر، طبعا male. my is my father's or mother's sister، أنا قلت لما نلاقي اتنين من العائلة ورا بعض بنترجم كده وبينهم أبوستروف اس، يبقى أخت ماما أو أخت بابا. أخت مامتك اللي هي مين؟ اللي هي خالتك. أخت باباك اللي هي عمتك، يبقى خالة أو عمة. أنكل ده العم، aunt عمة أو خالة، daughter son طبعا aunt. My mom is a teacher، ماما مدرسة. dad is a teacher وبابا مدرس، وعامل لي هنا كوما، عايز أقول إيه؟ أيضا. فين بقى أيضا؟ تاي كرافتة، تو اتنين، تو أيضا، تو لكي طبعا تو. Our English teacher is أيمن، مدرسنا أيمن. is sold يباع، told أخبر، called يدعى، made صنع. عندنا حاجة اسمها is called يدعى أو يسمى. My father is 60 old aged age ago يبلغ من العمر 60 يبقى aged. My favorite is playing chess، لعب الشطرنج. الشطرنج ده color لون size مقاس subject مادة hobby هواية. طبعا الشطرنج hobby هواية. Tom is writing about his weekend in his online، بيكتب عن الأجازة بتاعته في الأونلاين. 3D printer طبعا، دايري مفكرة، ماوس فارة، لابتوب طبعا أونلاين دايري. فوتبول باسكتبول أو فولي بول are كرة القدم والسلة والكرة الطايرة. cars سيارات، tools أدوات، subjects مواد، sports رياضات. طبعا دول sports. your parents الوالدين والbrothers والsisters are called your family، دول friends أصدقاء، members أعضاء، cousins ولاد عم، orphans أيتام. طبعا أفراد العائلة اسمهم members. My favorite book is Treasure Island، كتابي المفضل نقط جزيرة الكنز. جزيرة الكنز ده اسم الكتاب. cold bold score طبعا يدعى ويسمى cold. سامي and علي are they are brothers and age 14، اخوات وعمرهم 14. twins توأم، double داف، couple ثنائي، pair ثنائيات. طبعا they are both هما الاتنين 14 يبقى twins. My uncle has a daughter، عمي عنده ابنة. she is my، عمي عنده ابنة يبقى بنت عمي.
cousin son sister aunt طبعا ابنة العم اللي هي مين cousin. بعد كده عندي هنا بيقول لي we are all احنا كلنا to be Egyptians يعني مصريين. أول حاجة بيقول لي bound جنيه proud فخورين bond بركة picture صورة طبعا احنا كلنا proud وبراود زي ما قلنا اللي هي معناها فخور. pupils shouldn't التلاميذ يجب noise in the class المفروض ان هما ما يعملوش ضوضاء يعمل ضوضاء اسمها do noise make noise play noise take noise طبعا يقوم بصنع الضوضاء اللي هي make noise. The teacher asked us to clap أن نصفق the boy who answered all the questions اللي جاوب على كل الأسئلة. clap for نسقف من أجل on with it طبعا clap for. We watched an interesting film شفنا فيلم رائع TV yesterday on TV in TV of at طبعا الشاشة هنا بتاع التلفزيون بتاخد on. My father والدي to football match on the radio مباراة في الراديو. listen يستمع plays يلعب does يفعل watches يشاهد الراديو مش هيتشاف يبقى listen يستمع. everyone should have a hobby too كل حد لازم يكون عنده هواية do read take make طبعا يمارس هواية اللي هي do a hobby. I want to be a football like محمد صلاح عايز ابقى فوتبول نوت زي محمد صلاح. listener مستمع worker عامل player لاعب teacher مدرس طبعا football player اللي هي لاعب كرة قدم. علي helps in a children's hospital for free أما يساعد في مستشفى مجاني من غير ما ياخد حاجة. he likes not work لأنه بيحب العمل. voluntary school easy writing طبعا عمل تطوعي اللي هو voluntary work. my sister is my mother's and father's أختي بالنسبة لبابا وماما تبقى ايه grandmother جدتهم daughter بنتهم aunt خالة mother أمهم طبعا daughter ابنة. your mom or dad sister is your أخت باباك أو أخت أمك اللي هي مين aunt عمتك أو خالتك brother father daughter طبعا دي كده aunt. بعد كده your mom or dad's mother is your باباك باباك اللي هي الaunt grandmother father daughter طبعا الأب أو الأم اللي هي تيتا grandmother. your brother is your parents أخوك بالنسبة للوالدين aunt son father daughter طبعا يعتبر ابنهم يبقى son. your mom or dad's brother is your احنا قلنا بنترجم كده أخو باباك أو أخو مامتك aunt خالة uncle عم father up daughter ابن طبعا ده كده الأنكل. your sister is your parents أختك بالنسبة للوالدين aunt brother daughter son طبعا تعتبر بنتهم يبقى daughter. your mom and dad are your باباك ومامتك دول aunt brother father parents طبعا دول الوالدين اللي هما parents. your aunt and uncle's child is your ابن عمك يعني ايه ابن العم aunt brother cousin daughter طبعا ابن العم اللي هو cousin. حازم and حاتم have the same parents نفس الوالدين and the same birthday ونفس عيد الميلاد يبقى they are هما الاتنين friends twins fathers mothers طبعا هما كده توأم twins. I basketball on Monday أيام الاثنين and Wednesday والأربعاء. I eat I sleep I read I play طبعا كرة السلة تاخد play. He watched football matches on TV Saturday evening السبت بالليل at أول حاجة عندي at of in on طبعا أيام الأسبوع بتاخد on. I the drums on Saturday يعزف drums يوم السبت. I eat I play I sleep I run طبعا يعزف هنا اللي هي معناها play. Are brothers or sisters that are the same age إخوات وأخوات نفس العمر. drums twins band chess طبعا دول كده التوأم اللي هما twins. is work you do for no money عمل بنعمله بدون مقابل voluntary work band
twins father طبعا ده العمل التطوعي اللي هو ال voluntary work. بعد كده عندي هنا بيقول لي is a game for two people لعبة لشخصين band chess father sister طبعا ده الشطرنج اللي هو chess. A is a group of people who play music together بيعزفوا موسيقى مع بعض twins band chess daughter طبعا دي الفرقة الموسيقية band. are musical instruments آلة موسيقية which you hit to make noise بنخبط عليها عشان نعمل صوت twins drums chess daughter طبعا ده كده drums. I always to the teacher listen أستمع play يلعب help يساعد sleep ينام طبعا I always listen to the teacher. Do you swimming after school هل أنت بتذهب للسباحة بعد المدرسة help swimming go swimming eat swimming sleep طبعا go swimming يذهب للسباحة. My father football matches on the radio helps listens to eats plays طبعا my father يستمع إلى listens to football matches. ماهر voluntary work at hospital يقوم بعمل طوعي does goes eats helps طبعا do voluntary work. He always music on the radio موسيقى helps listen to eat sleeps طبعا listens to music. He always chess play eat sleeps meets طبعا عندنا كلمة يلعب اللي هي plays. I always football matches on TV المباريات في التلفزيون eat sleep watch meet طبعا يشاهد اللي هي watch. He wants to get up early to know the plane عايز يصحى بدري علشان الطيارة arrive catch go drive طبعا يلحق الطيارة اللي هي catch the plane. Alice had a lot of in Wonderland أليس مرت بنقط في بلاد العجائب water مية adventures مغامرات places أماكن device أجهزة طبعا مغامرات اللي هي adventures. Sarah is our aunt she has no father or mother ما عندهاش أب أو أم. orphan يتيمة hard صعب attic غرفة فوق سطوح happy هواية طبعا orphan. The teacher asked me what I thought the next lesson الدرس القادم what I thought of at by for طبعا what I thought of the next lesson. He goes to the on Mondays and he catches a plane to Paris الطيارة اللي رايحة باريس يبقى يروح لها فين airport مطار station محطة club نادي school مدرسة طبعا airport اللي هو المطار. Our teacher asked us to not hard walk see work listen إن احنا نعمل بجد طبعا يبقى work hard. Heidi in a bed in the attic of the house في غرفة فوق السطوح sleeps walks leaves goes طبعا تنام اللي هي sleeps. سلمى is not a video call make a video call do deliver يسلم eat يعمل مكالمة فيديو طبعا make a video call. Farmers get from goats يحصلوا على النقط من الماعز meat لحمة bread eggs rice طبعا meat اللحمة. I go to school bus by in on at طالما مفيش هنا فاصل a أو an أو they يبقى by. Egypt is a great in Africa مصر تعتبر city town مدينة كبيرة وصغيرة village قرية country دولة طبعا يبقى country. Last week الأسبوع الماضي I had a lot of in dream park مريت بنقط في dream park adventures stories animals mountains طبعا عملنا مغامرات كتيرة اللي هي adventures. بعد كده برضو عندي جمل تاني كتير جدا على يونت 1 كلمات هسيب لك انا ان شاء الله زي ما قلت لك نسخة مجابة ونسخة غير مجابة علشان تتأكد من اجاباتك. دلوقتي بقى هننتقل لجزء ليه الجرامر الخاص بيونت 1 اللي هو على هيئة اختيارات. هاتلي بقى كده صفحة 13 بيج 13. تعال نشوف بقى كده أول حاجة من أول ضمائر أو درس الضمائر. What does like to do at the weekend يفعل في الأجازة يبقى what does his ده صفة ملكية لازم يجي بعديه noun hers ده ضمير ملكية she ده ضمير فاعل وhim ضمير مفعول
يبقى what does she like to do، ده هو عايز هنا ضمير فاعل، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل. This room belongs to my daughters، بتاع daughter اللي هي ايه، بناتي يعني. It's تخصهم بقى. they ده ضمير فاعل بيجي في الأول، their لازم يجي بعديه اسم. them ده ضمير مفعول يجي بعد حرف الجر أو بعد الفعل. theirs تخصهم يبقى it's theirs. My sister's name is علا، أختي اسمها علا، نقط is 7. here لازم بعدها اسم. she hers him، طبعا عايز أقول عمرها 7 سنين يبقى she is. pen is this، it's Alice. who pen، من قلم. whose ملك من. when where طبعا خدنا احنا ملك من اللي هي whose. this is computer he bought it last week. كمبيوتر ده اسمه اهو. mine كمبيوتر مينفعش. my بتاعي انا، هو اشتراه ازاي. his بتاعه هو اشتراه. hers ملكها، وبيقول لي هو اشتراه يبقى it's his. لو قال لي انا هنا كنا قلنا my. played well and scored many goals، وجابوا أهداف كتير. me ده ضمير مفعول. mine ضمير ملكية. my لازم اسم يبقى I played. طارق and I visit grandfather every Friday. grandfather ده noun اسم، محتاجين صفة ملكية. أنا وطارق بنزور they our it's here، طبعا بنزور جدنا يبقى our grandfather. tell about your family. tell اخبرني عن عيلتك. tell I tell my tell me tell mine، طبعا اللي بتيجي بعد الفعل احنا قلنا ضمائر المفعولة أو حرف الجر يبقى tell me. بعد كده بيقول لي طبعا take the umbrella with it's raining heavily. خد معاك الأمبريلا إنها بتمطر بغزارة يبقى with here with you with my with mine، طبعا خدها معاك يبقى with you. منير and مصطفى are twins. not sister is called رضوى، أختهم. they هم أخت. their we نحن our، طبعا هما الاتنين منير ومصطفى يبقى أختهم يبقى their. your school is small، مدرستك صغيرة. but not is big، لكن بتاعتي كبيرة. their yours my mine، يقول بتاعتك صغيرة يبقى but mine. تامر and ندى are my cousins، ولاد عمي. that house is هذا المنزل. الجملة خلصت يبقى عايزين ايه هنا، ضمير ملكية. their theirs my here، طبعا that house is theirs خاصتهم. those are my friends cars، سيارات أصحابي. they are theirs hers ours mine، يبقى those are my friends cars سيارات أصدقائي. they are برضو theirs. the radio belongs to my mother، بتاع ماما it's. ماما بقى أقول عليها ايه، her his mine hers، خاصتها طبعا يبقى hers. هاني and can swim easily، بنعوم بسهولة. هاني and me هاني and my هاني and I هاني and mine، طبعا هاني and me أنا وإيه وهاني بنقدر. brother is my friend. you are yours you brother your brother، طبعا brother دي اسم noun يبقى عايزين صفة ملكية يبقى your brother. that's your room علي، دي غرفتك. it's yours you are your، طبعا الجملة خلصت يبقى عايزين ضمير ملكية يبقى yours. they aren't my shoes، ده مش الحذاء بتاعي. not are new بتاعي جديد. myself بنفسي. me my mine، طبعا خاصات اللي هي mine. this is هبة dress، فستان هبة. it's hers she mine her، بتاعها يبقى it's hers. بعد كده عندي this book belongs to me، هذا الكتاب يخصني يبقى it's I my hers mine، طبعا يخصني يبقى mine الجملة خلصت يبقى ضمير ملكية. this book is not it's سهز. this book isn't my isn't yours isn't they isn't he، برضه في نهاية الجملة هو يبقى isn't yours. the books are الكتب دي not they bought them yesterday، اشتروهم امبارح. his hers theirs طبعا تخصهم يبقى theirs. these are أحمد's books، دي كتب أحمد. they are you our his he، بتاعت أحمد يبقى his.
It's her car سيارتها often drives it. Her hers she him طبعا هي يبقى she often المفروض إن في نقطة هنا. Throw the ball to not please I'm waiting. ارمي الكرة نقط أنا منتظر. I me my mine طبعا throw the ball to me. Our parents are proud of because we hard work at school. فخورين بينا يبقى are proud of we. Our us him طبعا proud of us. Can have my pen please. ممكن اخد قلمي. Can I can me can my can mine طبعا can I have. Grandfather arrives at 5 o'clock بيوصل الساعة 5. Let's go to meet he his him me يلا نروح نقابله. Let's go to meet him ضمير مفعول بعد الفعل. Clap for the football players سقفوا اللعيبة نقطة. played very well they them theirs طبعا لعبوا كويس يبقى they played very well. It's a car she often drives it. النقطة المفروض هنا بعد it's not car. دي سيارتها يبقى he she her him يبقى طبعا it's her car. النقط هنا it's not car she often drives it يبقى it's her car هي عادة بتسوقها. بعد كده عندي هنا بيقول لي this is and my mother يبقى this is I this is me my mine طبعا هذا أنا this is me and my mother. It's my pen it's my mine yours الجملة خلصت بيقول my pen يبقى it's mine. These are her bags دي حقائبها يبقى they are her hers my me طبعا hers. Hi my name is Ahmed and this is not family. My mine yours ours my name is Ahmed and this is not family يبقى عائلتي my family. That's my brother هذا أخي not name is أيمن. He name his name her name hers name طبعا أيمن يبقى his name. The school bus stops near my house. الأتوبيس المدرسي يتوقف بالقرب من المنزل. Don't يجي بعدها مصدر و stops مش مصدر. Isn't بيجي بعدها ing. Doesn't ما بيجيش بعدها فعل فيس يبقى never stops لا يتوقف. We swimming on Friday نذهب للسباحة يوم الجمعة. الوي جمع go مصدر goes في اس going gone طبعا مع الجمع الفعل بدون أي إضافة يبقى go. هاني loves basketball he not it every day. He plays played playing اللي هي مفرد واحنا مع المفرد بنضيف اس يبقى plays. How does Sammy when his dad is at home. احنا قلنا لما يكون عندنا does لازم الفعل يكون فين في المصدر. feel feels felt feeling طبعا في does يبقى الفعل في المصدر يبقى feel. I don't to music listens listen listening listened طبعا don't بيجي بعدها المصدر يبقى listen. هادي and I the full mark in English usually gets usually gets usually get usually. طيب هادي و I جمع يبقى الفعل مفهوش اس يبقى ده مش هينفع ولا ده. طيب وظروف التكرار بتيجي قبل الفعل يبقى usually get. بعد كده بيقول لي where does your friend أين صديقك live lives lived living عندنا does يبقى محتاج مصدر يبقى live. the sun الشمس us heat and light الشمس مفرد gives giving is giving give طبعا مع المفرد بنضيف اس يبقى gives. she always to her work early go is going goes مع المفرد بنضيف اس يبقى goes. in Egypt students never to school on Friday going went goes مع الجمع الفعل بدون أي إضافة. how long does it you to come to school takes taking took take أنا عندي هنا does يبقى محتاجين مصدر يبقى take. he never
his homework in the evening. do does did doing. مع المفرد بنضيف اس يبقى does. هند live with her uncle تعيش مع عمها. don't هند ما تاخدش don't. aren't ما يجيش بعدها مصدر. am not doesn't طبعا هند تاخد doesn't في النفي. what time does school every day. starting starts started start. أنا عندي هنا does يبقى محتاج مصدر يبقى start. منى go to school on Friday يوم الجمعة. don't منى مش هيتنفى ب don't. isn't مش بيجي بعدها مصدر ولا hasn't يبقى doesn't. he usually home on Thursday evening. is coming come coming comes. اللي هي مفرد واحنا مع المفرد بنضيف اس يبقى comes. my daughters always بناتي to pop music. listening are listening listens listen. أنا عندي هنا جامع daughters يبقى listen. بعد كده ننتقل لبيج 17 صفحة 17. نحل شوية بقى على unit 2. we have 7 on the school day. اليوم الدراسي فيه 7 trips رحلات breaks tapes lessons طبعا 7 دروس lessons. we learn about countries in the not lesson. الدول بناخدها في درس الماس الرياضة art social studies English. طبعا countries البلاد بتبقى في الدراسات الاجتماعية social studies. can I look at the note to know the time of your English lesson. عشان أعرف ميعاد حصة الإنجليش. laboratory المعمل time table الجدول toilet الحمام bell الجرس طبعا time table. Dina swimming on Thursday and Saturday. make swimming does goes feels تذهب للسباحة طبعا goes swimming. is the subject of how to learn numbers. مادة بنتعلم فيها الأرقام drama math Arabic English طبعا اللي بنتعلم فيها الأرقام الماث. is the subject that helps us learn how to use the internet. ازاي نستخدم الانترنت drama math Arabic computer studies طبعا الحاسب الآلي. is the time at school when you don't have lesson. وقت في المدرسة ما عندكش فيه حصص learning تعلم بريك الفسحة study دراسة دراما طبعا break. is a place where you can borrow or read books تستلف منه الكتب laboratory class library playground طبعا library المكتبة. my uncle me to school yesterday. made me gave me drove me went me طبعا يقودني خدني بالسيارة طبعا drove me. منى was late اتأخرت. she had to go to school a taxi لازم تروح ايه بالتاكسي. بعد كده عندي هنا by و on و at و in. طبعا احنا لو مفيش a كنا قلنا by taxi تمام بس كده مش هتنفع. طيب هنا عندي in و on دايما الوسائل اللي بالحركة فيها صعبة بتاخد in. انما مثلا لو طيارة قطار تاخد on. when I home I have my lunch. لما أصل للمنزل بتغدى. take home give have get يصل المنزل طبعا get home. tourists like to camels at Giza pyramids. drive run ride walk طبعا يركب جمل ride the camels. social studies my favorite subject مادتي المفضلة is are where have تعامل معاملة المفرد طبعا is زي الفيزيكس. I can hear the note it's time for the English lesson. وقت حصة الإنجليش يبقى أنا سامع البيل بول هول راديو طبعا سامع الجرس اللي هو بيل. علي likes numbers so much so he is excellent at art math music social studies. حلو في النمبرز في الأرقام يبقى math. we sometimes go to the school to read books نقرا كتب. hall bill uniform library طبعا المكتبة. is the main language of Arab people لغة العرب. French Spanish English Arabic طبعا Arabic. هبة learned how to cook in the not lesson. الطهي في مادة الميوزك. art home economics Arabic طبعا في الاقتصاد المنزلي. and science are school subject مواد دراسية. social studies الدراسات time table الجدول trip الرحلات bills اللي هو الجرس طبعا social studies.
بعد كده نروح لصفحة 23 نحل على جزء الجرامر Unit 2. I my parents at home on Friday. يوم الجمعة helps always ده نفس الاختيار always help. طبعا الاي مش هينفع معاه اس خالص، يبقى انا ما بتبقاش الا I always help لان الاي بيعامل معاملة الجمع. منى comes late to school. isn't ما بيجيش بعدها اس. doesn't لازم مصدر. ever never يبقى طبعا never لان ده فيه اس اهو. they to the supermarket on Wednesday. usually goes usually go never go. لو جينا كده شفنا مع بعض زي اللي هي هم السوبر ماركت on Wednesday زي جامع مش هينفع الاس خالص. go never ولا never go احنا قلنا بيجوا قبل الفعل يبقى never go. how do you get up at 6:30 always. how many how often how long how much كم عدد المرات اللي هي how often. we go to school on Friday. المدرسة يوم الجمعة always دايما often غالبا never أبدا usually عادة يبقى we never أبدا. we speak English during our English lesson. بنتكلم English في حصة الإنجليش not yet always ever طبعا دايما يبقى always. we go to the beach in winter it's too cold to swim. بيبقى صعب إن احنا نعمل سباحة never always usually sometimes. نروح الشاطئ في الشتاء it's cold يبقى we never. هالة goes to school early she never comes late. عمرها ما اتأخرت never ever always sometimes طبعا دائما always. my father sometimes breakfast with us. has have having is having. الأب مفرد هياخد ايه has. he not clever he gets the full mark. بيجيب الدرجات النهائية is always is never. طبعا عايز اقول هو دايما never هنستبعدها. اقول is always ولا always is. طبعا he is always هو دائما. she her homework after school. do usually do does usually does. طبعا الشي مفرد مش هتنفع do خالص ف does usually ولا usually does. طبعا هبدأ ب usually does هي عادة بتعمل الواجب after school. بعد كده هنروح بقى البيج 26 سؤال correct تصحيح الخطأ. It's not my camera. My is new. دي مش كاميرتي عايز اقول بتاعتي جديدة يبقى هنا هقول ايه mine. Today is hers birthday. النهاردة عيد ميلادها يبقى today is her birthday. Can you give me your pen please. ممكن تديني قلمك يبقى can you give me. This is not our school. It's your. مدرستك والجملة خلصت يبقى it's yours. Who car is this. It's mine. سيارتي يبقى ملك من whose. علي bought a new camera for her daughter. علي اشترى كاميرا لمين. علي مفرد مذكر يبقى his daughter ابنته. There are 3 girls. 3 بنات and these are them books ودي كتبهم يبقى المفروض اقول زير لان صفة ملكية وبعدها اسم اللي هو البوكس. This book belongs for him. هذا الكتاب يخصه. belong بتاخد حرف الجر مين to. This new car belongs to mine. belong to بيجي بعدها ضمير مفعول المفروض اقول belongs to me. علي is my best friend and her favorite hobby is watching TV. وهوايته المفضلة يشوف التلفزيون يبقى his. ليلى likes her mom. ليلى بتحب مامتها يبقى her mom. She is my sister. I am her brother. أنا أخوها يبقى I am her brother. Can you give me you pen please. ممكن تديني القلم بتاعك يبقى طبعا الخطأ هنا في كلمة you مش في you دي يبقى can you give me. ممكن تديني your pen. Their names are منى and عماد
أسمائهم منى وعماد يبقى their names. عادل can't find him book مش لاقي كتابه يبقى can't find his book. That dog had his breakfast هذا الكلب تناول فطاره يبقى it's breakfast. سامي is me brother سامي أخي يبقى my brother. They always helps their father هما غالبا بيساعدوا والدهم. طبعا الخطأ هنا في helps مش في زير ما فيهاش حاجة. الزي جمع فالمفروض دي طبعا تبقى ايه تبقى help. سامح usually study English at night سامح مفرد يبقى المفروض نقول studies. بعد كده بيقول لي he doesn't like football he always plays it هو لا يحبها يبقى he never هو أبدا. do he play football on Mondays اللي هي مفرد يبقى does. I play always the drums المفروض ان ظرف التكرار يجي في الأول وبعد كده الفعل. حاتم don't like sports مش بيحب الرياضة يبقى doesn't. does you listen to music هل تستمع للموسيقى يبقى do. when does he usually wash his car عندي does يبقى wash. أيمن goes to work and do his work طبعا أيمن مفرد يبقى does. نبيل and تامر isn't watch TV every day نبيل وتامر هنا عندي مصدر يبقى المفروض أقول doesn't. where does he works طالما عندي does يبقى محتاجين مصدر يبقى work. سلمى plays always basketball هنبدأ طبعا ب always وبعد كده plays. she don't like fish مش بتحب الفيش يبقى she doesn't. ماهر always do voluntary work at hospital بيعمل عمل تطوعي يبقى does. يبقى هنا هنقول sometimes. My father travels always by plane always في الأول وبعد كده travels. they never walks to school الزي جمع يبقى الفعل بدون أي إضافة يبقى walk. سارة and منى always are happy verb to be بيجي في الأول وبعد كده ظرف التكرار يبقى ثواني نعدل ديت are always. he eats never unhealthy food يبقى he never eats. when do you eat vegetables twice a day مرتين أو once أو always بنسأل how often. he does usually exercise on Fridays يبقى he usually does. how often do your father take you to the club الأب طبعا مفرد هياخد does. جهاد never get up late جهاد مفرد و never مضارع بسيط المفروض نضيف s يبقى gets. how old do you play tennis sometimes أحيانا يبقى how often. أحمد calls never anyone bad names he is very polite يبقى أحمد never calls. علي always is late for school is في الأول وبعد كده always. students always speak English during English lesson التلاميذ دايما بيتكلموا English أثناء حصة هنا العربي يبقى المفروض نقول never.
I always listens to the teacher carefully. I المفروض الفعل يكون في المصدر يبقى listen. Does he often goes out in the evening. does بيكون معاها مصدر يبقى go. She usually have breakfast with her family. she طبعا المفروض تاخد has. He reads never stories يبقى he never بعد كده reads. Mr. Ali always travels by bus. He likes traveling by train. يحب الترين يبقى never. بعد كده عندي هنا it's Dalia's and Azza's ruler. لما يكون عندنا شخصين ونضيف للثاني يبقى نقول داليا and عزة واجي بعد عزة احط apostrophe s. The girl name is نهى. اسم البنت يبقى girls. When does are these they are علي's بتوع علي يبقى milk man اللي هي whose. We buy medicine at the chemist. chemist اللي هو صيدلي لا بنجيب من الصيدلية بنضيف لها apostrophe s تبقى chemists. This is علي bag. هذه حقيبة علي المفروض أقول علي's. That is the school. that is the school bell. ده جرس المدرسة يبقى هنسيب school زي ما هي. This is the school bell. This bike belongs of علي. belong بتاخد حرف الجر to. These are my sister's shoes. Her name is هدى. حذاء أختي يبقى هنقول sister وأضيف لها apostrophe s. Their teacher's name is Mr. أحمد محمد. اسم المدرس بتاعهم يبقى ادي teacher وادي apostrophe s. We buy bread at baker. بنجيب الخبز من المخبز بقى بنضيف لكلمة خباز apostrophe s عشان تبقى مكان. What bag is this. It's hands يبقى milk man اللي هي whose. Whose cap is this. It's دينا. دينا اسم مفرد عادي نضيف له apostrophe s يبقى ديناس. We buy meat at the butcher. بنجيب لحم من عند الجزار يبقى butchers. The men's bags are there. حقائب الرجال يبقى دي من عادي وادي الابوستروفي اس. These are my sister's shoes. حذاء أختي يبقى these are my sister's shoes. It's هدى notebook. كراسة هدى ادي هدى ضيف لها apostrophe اس عادي. These are the boys football shirts. تيشيرتات الأولاد ادي boys لما الاسم ينتهي باسم نضع فاصلة فقط. Whose shoes are these. they are علي. الخطأ طبعا في علي المفروض أقول علي's. مجدي bag is blue. حقيبة مجدي يبقى أضيف لمجدي apostrophe s. That is not the children notebook. it's the teachers. مش بتاعة الأطفال. children عادي خالص منتهية بإن بنضيف لها apostrophe s. it's فادي جاكيت ادي فادي وادي apostrophe s. in this box there are girls t-shirt. تيشيرتات البنات ادي girls وادي فاصلة فقط. whose cap is this. it's دينا ونضيف لدينا عادي خالص ادي دينا وادي apostrophe s. منال باج is yellow ادي منال وادي apostrophe s. it's the teacher pen. قلم المدرس ادي teacher وادي apostrophe s. this is the teacher's room. غرفة المدرسين ادي teachers وادي فاصلة عليا. it's سلمى's book. ادي سلمى وادي apostrophe s. the girls names are Judy and Ola. اسماء البنات ادي girls وادي فاصلة. it's the girls picture. صورة البنت ادي girls.
It's a girls school. إنها مدرسة نقط، يبقى مدرسة بنات. هقول girls فاصلة فقط، وأولاد برضو boys هضع فاصلة عليا فقط. بعد كده جايب لك أنا هنا برضو أهم الموضوعات بقى، البراجرافات الفولنتري وورك ويور فاميلي، لو انت حابب تقراهم وتطلع عليهم برضو علشان امتحان نص السنة. وبكده نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا. انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.